يا جماعة عملت حواوشي تحفة وطلع سهل جدا. أهم سر في نجاح الحواوشي إن تكون اللحمة فيها نسبة دهون عالية. لو انتوا جايبينها لحمة حمراء ممكن نضيف عليها ليا ربع كيلو ليا، أو نضيف أي سمنة. وتاني سر لنجاح الحواوشي إن تصفي بعد ما نعمل البصل في الكبة مع الفلفل والطماطم أو الخضار اللي هتعملوه في الكبة، لازم نصفيه من المية كويس جدا، لأن المية دي اللي بتخلي الرغيف طري، والمفروض الرغيف يبقى مقرمش وكريسبي. تالت سر كمان ان لو لقينا اللحمه فيها نسبه ميه ممكن نضيف معلقه بقسماط او معلقه نشا او دقيق، بحيث ان هي تمتص كل الميه، وبنضمن ان اللحمه تكون جافه جدا جدا. احنا بنخلط البصل، هي بتحب البصل الكتير على فكره، نحط بصل كتير في الكبه ونحط عليها فلفل حامي او فلفل احمر او اصفر ونخلطهم، وبعد كده نضيفهم على اللحمه ونحط بقى التوابل اللي هي الكمون وجوز الطيبه والسبع بهارات. اي توابل عايزين تضيفيها. في ناس بيحطوا بقدونس وبيحطوا طماطم. هي عموما الحواوشي بيقبل كل شيء. بنعجن كويس جدا، لازم تكون اللحمه مفرومه فرم ناعم علشان يستوي بسرعه، فنفرم على قد ما نقدر. بنعجن كويس جدا جدا، وبعد كده بنجيب الرغيف البلدي وبنحشيه من جوه ونسويه، وبعد كده ندهنه زبده من وش، وبعد كده نحطه في الاير فراير او نعمله على طاسه او جريل، نعمله على الوش ده. بتاخد 20 دقيقه او 25 دقيقه وتستوي، وبالهنا والشفا. طعمها يعجبكم جدا.